يا أهلا بيكم في حلقة جديدة النهاردة. وحلقة النهاردة الحقيقة أنا سميتها الزتونة، عشان الحلقة دي اللي هتوصلنا لزبدة الموضوع من غير لف ودوران. بصراحة كده هنسأل بعض سؤال: كم مرة حسينا إن إحنا ماشيين في سباق ملوش خط نهاية؟ بنصحى بدري وننام متأخر وبننجز وبنعمل شغل كتير وبنحقق أهداف، بس في آخر اليوم الإحساس اللي جوانا هو إحساس إننا ثابتين لسه في مكاننا، أو يمكن الأسوأ كمان إننا مقصرين. في الحقيقة ده مش إرهاق عادي، دي حالة بنعيشها كتير في زمن السوشيال ميديا والإنتاجية اللي بقت سلاح موجه ضدنا بدل ما تكون أداة مساعدة. احنا النهاردة هنتكلم في مشكلة حقيقية، اللي هي ليه بنحس إننا مطحونين طول الوقت، وإزاي بنقع في فخ المثالية اللي بيخلي أي إنجاز ناقص وأي نجاح ملوش طعم. هنتعرف على أسباب العقدة دي، والأهم إزاي ننجو منها ونبني حياة منتجة بس مش مدمرة للصحة النفسية. استعدوا عشان الزتونة دي محتاجة تركيز. طيب خلونا نبدأ من الأصل. لو تفتكروا أسطورة سيزيف اليونانية، الراجل اللي ربنا حكم عليه يدحرج صخرة ضخمة لحد قمة الجبل، وبعد ما يوصل الصخرة تتدحرج تاني وتقع ويرجع يدحرجها من أول وجديد. احنا دلوقتي كتير مننا عايش حياة سيزيف في شغلنا وفي أحلامنا، وبنحط أهداف وبنحققها وبنحس بلحظة راحة، وبعدين بنلاقي نفسنا بندور على الهدف اللي بعده بسرعة عشان ما ينفعش نقف. طب يعني ايه الكلام ده؟ المشكلة دي ليها اسم نفسي مشهور، اسمها مصابرة السعادة أو سقية السعادة. يعني ايه؟ يعني السعادة اللي بنحس بيها لما نحقق حاجة كبيرة زي شراء عربية جديدة أو ترقية أو إنهاء مشروع ضخم مثلا، أو تحقيق هدف معين، بتكون لحظية جدا، زي موجة بتغطينا ثواني وبعدين بتنحصر. احنا بنرجع تاني لنقطة السعادة الأساسية بتاعتنا، فبنحتاج إنجاز أكبر وأسرع عشان نحس بنفس الشعور ده تاني. ده اللي بيخلينا دايما في حالة مطاردة خالية من المعنى. الإنتاجية الطبيعية هي إنك بتعملي حاجات ليها معنى، وده بيقودنا مباشرة لفخ الإنتاجية السامة وبتخدم أهدافك. لكن الإنتاجية السامة هي إنك بتحط العمل نفسه كهدف نهائي مش وسيلة، وبتحس بالذنب لو ما بقتش بتعمل حاجة منتجة كل دقيقة. كم قيمتك الذاتية بقت مرتبطة بعدد المهام اللي شطبتها من قائمة أعمالك، مش من جودة حياتك أو التأثير الحقيقي اللي عملته. النتيجة ان احنا بنحرق نفسنا عشان نثبت لنفسنا اننا نستاهل نعيش. طيب الحل الأولى هنا يا جماعة هو كسر الدورة دي. لازم نعترف ان في مهام ممكن تتعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية، مش لازم 100%. لازم نخصص وقت للعدم الفعال كجزء مخطط له من يومنا، مش كفراغ بيخوفنا. طيب الجزء التاني معانا وهو الهروب من فخ المقارنات والإنتاجية الذاتية. لو الجزء الأول كان عن صراعنا الداخلي مع السعي، الجزء التاني بيكون عن صراعنا الخارجي مع العالم. احنا عايشين في زمن الكل بيعرض أحسن نسخة من نفسه، وده بيخلينا نقع في فخ الفلتر أو فلتر تريب. انت بتبص على حياة واحد تاني، حياة تانية، بتشوف شهرته ونجاحه ومظهره المثالي، وبتنسى تماما انك بتشوف النسخة المفلترة والممنتجة بعناية. انت بتقارن ايه بايه؟ بتقارن كواليس حياتك المعقدة بتفاصيلها المملة واحباطاتك اليومية بالهايلايت اللي الناس بتنزله. المقارنة دي بتولد شعور مزمن بعدم الكفاية، وده اللي بيدفعك تاني لدايرة الإنتاجية المفرطة عشان تعوض النقص اللي حاسس بيه. طيب ازاي نحارب ده؟ عن طريق ان احنا نبني إنتاجية أذكى وأكثر انسيابية. أول حاجة قاعدة 20-80. مش كل شغل بيجيب نفس النتيجة،
ركز على 20% من المجهود اللي بيجيب 80% من النتائج المهمة ليك. شيل من حياتك المهام اللي بتستهلك وقت وجهد كتير وما بتوصلكش لمكان مهم فعلا. تاني حاجة، قيمة اللاشيء. لازم نعيد تعريف قيمة الاستراحة. الاستراحة يا جماعة مش رفاهية أو عقاب على الكسل، دي عملية صيانة أساسية للمخ والجسم عشان تقدر تكمل بفاعلية. انك تقرر ما تعملش حاجة كده لمدة ساعة ده قرار انتاجي بامتياز، بس فعلا لو كان مقصود. رقم 3، فن قول لأ. ازاي تقول لأ؟ المثالي دايما، الشخص المثالي ده بيخاف يقول لأ عشان ما يبانش ان هو مقصر او غير متعاون. اتعلم تقول لأ للمهام اللي بتشككك او للالتزامات اللي ما بتضيفش لقيمتك الحقيقية حاجة. قول لأ علشان تقدر تقول ايوه للحاجات المهمة. رقم 4، التطوير الذاتي مش جلد ذات. اهم نقطة، لو كنت بتنزل تحت شعار انك لازم تصلح كل عيوبك في شهر، فانت بتتحول من تطور ذات الى جلد ذات. التنمية البشرية عملية تدريجية محايلة لطيفة للنفس عشان تبقى أحسن من بكرة، مش عقاب على اللي حصل امبارح. الخلاصة يا جماعة بسيطة لكن تنفيذها محتاج شجاعة. احنا مش ماكينات مصممة للإنتاج المستمر بلا توقف، احنا بشر، وإحساسنا بالقيمة لازم بيجي من جوه، من إحساسنا بالإنجاز الهادف، مش من مقارنة مستمرة مع صور خداعة أو مع سباق وهمي على قمة جبل الصخرة. ابدأوا بتعريف النجاح على ايديكم انتوا مش على السوشيال ميديا. سامح نفسك على 80% اللي مش هتعملهم، وركز على 20% اللي بتفرق فعلا. اهرب من فخ المثالية اللي ما بيخلص ومش هيخلص، واختار دايما تكون منتج بذكاء مش مكتئب بإرهاق. وكده نكون وصلنا لزبدة الزيتونة بتاعتنا النهاردة، وشكرا لاستماعكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك لقناة قلب واعي.